بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باش نشوفوا ردود الفعل اللي صارت بعد الوقفة الاحتجاجية اللي قمنا بها معناتها يوم 7 نوفمبر من أمام وزارة الصناعة لعدة مطالب، منها الإيقاف الفوري لاستخراج الغاز الشيست اللي موجودة في جابس، وتفرجوا معنا الدليل هذايا وتو نرجعوا. اوكي اكستراكسيون صايره توا مع هذه توا موجوده، هذه توا تخدم سلسله سوسيتي بيرينكو راه ماهيش سير هذا موضوع جديد، فهمتني؟ ومازلنا نتناقشوا توا في رخصه وتعطي وما تعطيش وفما ما تماش، لان المواطنين ما بالهم مازالوا قاعدين يحبوا يسمعوا المعلومات شنية، اما هذه قديمه، هذه في جابس، هذه قديمه سوسيتي بيرينكو اللي ديجا اوبيراسيونيل اون تونيزي، فهمتني؟ هذايا الزون ديكستراكسيون من قاعده تخرج ديبي كال اني هذه صافي توا 3 4 تخدم، ما هي دوبوي 12 هنا في تونس. اوكي باهي هذيك وهذايا السيتياسيون جيوغرافيك منين تاخذ وين قاعده تهز. اوكي من هوني تهز لهوني، اش فما هوني هنا قلنا الاكستراكسيون هوني عامله يونيتي دو تريتمون اللي هي هذه، ومن غادي تهز الجابس يونيتي دو تريتمون كيقول لي ما فماش، يقول لك هذه شنو هي خويا؟ هذه شنو هي مالك؟ قال لك ما فماش. السيد الوزير قبل المسيرة هذيا شقال بالضبط حول مشروع غاز الصخري، ووقعت دراسته ووقع قبولها وتبقى الترتيبات الأخيرة وحتى نمضي الاتفاق. الترتيب تقدمت وحوذي الطلب نتاعها او الملف نتاعها بالقبول، ونحن الان في اطار هاو الاخصائيين يقول لك في مضره، ماهوش في مضره بكل الحالات. واذكر واؤكد على هذا، مش في كل الحالات في مضره. فماش كل الحالات، هو فما حاله واحده تشكيله معروفه، راهو التركيبه بلوتو شيميك معروفه نتاع فما ماء وفما دي برودوي ليست. هذه مرحله اوليه، لانه هذه مرحله، هذه نقطه من محيط، لأنه الميزانية المعدة لهذا هي 10,000 مليون دولار. هذا كلام الوزير قبل الاحتجاج اللي صار قدام وزارة الصناعة يوم 7 نوفمبر، وباش نوريكم بعض التفاصيل نتاع الاحتجاج هذايا ورد فعل الوزارة اش قالت. ما دامش تونسي ما يعرفش علاش جيتوا وعلاش انتم موجودين هنا. مرحبا بكم. انا حبيت فقط باش نقول باعتبار ان السيد الوزير ماهوش متواجد لهنا في تونس، نسجلوا الوقفه نتاعكم، ومن حقكم كل انكم تقوموا بالوقفه هذه. ان شاء الله الرساله نتاعكم وصلت، واللي حبيت فقط باش نقوله لكم اذا كان خاطر سبقتوا جاوا من الخيام وسالوني واعطيتهم وجهه راي على الاقل. مش هذا المطلوب، مش هذا المطلوب. لا سامحني، لا سامحني يا خويا، احنا سؤال اسكو صحيح مش تعطي سامحنا، هذا الرسمي ماشي للرسمي. لا كلام صحيح، اسمع مرحبا وكل ذكور وبارك الله فيك، هكا عبدتنا سي فوتر دوفوار دو لو فير، راهو سي با مش مزيان. لا عايش خويا اون ايتون في الغاز دو سي. ان شاء الله على الاقل تسمعوني فقط. جاوبنا على سؤالنا من فضلك، انت ما سالتش حد سؤال. توا هاو جا السؤال، هاو جا السؤال. هي الحقيقه مبلغ
الاحترام كوننا نحترم بعضنا باش نجم نجاوب السؤال نتاعو. تفضل. اسكو لاكور نتاع الغاز دو شيست نتاع الكونترا دو غاز دو شيست بور شيل ثم منه تعطاه ولا لا؟ انا ناكد 1000% اللي ما تعطاه حتى ترخيص الى حد الان. نجم نسلم غايه ما فهمت انه الشركه هذه قدمت طلب شأنها شأن كل الشركات العاملة في الميدان هذا، طلب أنها تعمل بحث والتنقيب على البترول بصفة عامة بما فيها غاز الشيست. راهو حبيت باش نصح المعلومة، راهو الطلب نتاعها يهم البترول والغاز بصفة عامة. تم تدارس الموضوع هذا من طرف لجنة فنية اللي هي تدرس كل الطلبات كما المؤسسات الأخرى، حتى تونسية عندنا لجنة فنية جدية، لجنة فنية اللي هي خبراء، هذه لجنة اسمها اللجنة الاستشارية للمحروقات اللي تجتمع. بعد الاعتصام اللي صار من امام الوزاره تغيرت المعطيات، وهيك شفتهم معناتها شنو الكلام اللغه الجديده اللي ولاو يحكيوا بها. توا باش نشوفوا شويه ردود فعل من المجلس التاسيسي اليوم، وشويه ردود فعل معناتها من وزير الصناعه. به رد فعل وزير الصناعه: الحكومة تقرر تأجيل مشروع استخراج الغاز الصخري. احنا طلبنا منك يا سيد الوزير باش يقوم معناتها باش تقوم عملية إلغاء المفاوضات اللي انت قاعد تم فيها مع شيل، وطلبنا زادا باش توقف معناتها استخراج غاز الشيست من جبس. به نشوفوا المجلس التأسيسي صاحبي عتيق، نفهم مشروع الغاز الصخري ثم نتخذ الإجراءات اللازمة. شنو الإجراءات اللازمة اللي لازمك تتخذها بعد ما تفهم المشروع غاز الشيست اللي توا ماكش فاهمه معناتها انت. به احنا توا نخليو الحكم في ايديكم، وان شاء الله معناتها ديجا فما تفاعل كبير ياسر، ونقول لكم توا تصبر على خير.